في 14 يونيو سنة 1980 تم العثور عليه مقتول في غرفته في أحد فنادق باريس، وبعد التحقيقات والتأكد إن موته كان عملية اغتيال اشتبهت السلطات الفرنسية في جهاز المخابرات الإسرائيلي الموساد. بعدها أصدرت إسرائيل تصريحات بتقول فيها إن البرنامج النووي العراقي تم إيقافه. يا ترى إيه علاقة الحادثة دي بالبرنامج النووي العراقي؟ وهل جهاز الموساد الإسرائيلي فعلا ليه يد في عملية الاغتيال؟ طب ومين الشخصية اللي تم اغتيالها أصلا؟ تعال أحكي لك الحكاية من أولها. اتولد الدكتور يحيى أمين المشد في 11 يناير سنة 1932 في مدينة بنها في محافظة القليوبية. تلقى تعليمه في مدارس مدينة طنطا، وبعدين التحق بكلية الهندسة في جامعة اسكندرية، وحصل على بكالوريوس الهندسة في تخصص الهندسة الكهربائية في سنة 1952. قرر السفر إلى لندن للحصول على الدكتوراه في سنة 1956، لكنه غير وجهته إلى موسكو بالاتحاد السوفيتي سابقا وروسيا حاليا، وده بسبب أزمة العدوان الثلاثي على مصر في نفس السنة. قضى 6 سنين في الاتحاد السوفيتي ورجع لمصر في بدايات سنة 1963 متخصص في هندسة المفاعلات النووية. التحق الدكتور يحيى المشد بهيئة الطاقة الذرية المصرية واللي أنشأها الزعيم الراحل جمال عبد الناصر في سنة 1955. استلم الدكتور المشد رئاسة قسم الهندسة النووية في جامعة اسكندرية سنة 1968، وأشرف على عدد كبير من الرسائل والبحوث الجامعية في مجال الهندسة النووية، وكتب أكثر من 50 بحث. بعدها بفترة سافر للتدريس في النرويج، وفي مصادر بتقول إنه رفض عرض لمنحه الجنسية النرويجية، وكمان يقال إنه ألقى خطبة داخل الجامعة حول الصراع العربي الإسرائيلي أثارت غضب اللوبي الصهيوني في النرويج. بعد رجوعه لمصر ونتيجة لتجميد البرنامج النووي المصري وتوقف أعمال البحث العلمي مؤقتا بعد حرب 67، اتجه للعمل في العراق، وده بعد ما قام الرئيس العراقي السابق صدام حسين في 18 نوفمبر سنة 1975 بتوقيع اتفاقية تعاون نووي مع فرنسا، واللي بدوره جذب الدكتور يحيى المشد لتوقيع عقد مع هيئة الطاقة الذرية العراقية لقيادة البرنامج النووي العراقي سنة 1979. بدأ الدكتور يحيى المشد في التخطيط لبناء مفاعلين نوويين للعراق في منطقة التويسة جنوب شرق بغداد للاستخدامات السلمية وتوليد الطاقة، لكن الكيان الإسرائيلي ما عجبهوش الوضع وقرر يقضي على الحلم في بدايته. وفي محاولة من جهاز الموساد الإسرائيلي لإعاقة المشروع، قام 7 من أفراد الجهاز ضمن مجموعتين بزرع متفجرات في مخازن شركة CNIM في ميناء طولون الفرنسي لتدمير قلب المفاعلين اللي هيتم شحنهم للعراق، واللي أدى لتأخير بناء المشروع النووي العراقي لأكثر من سنة. بعد عملية التفجير قامت فرنسا بإرسال شحنات بديلة للعراق واللي ما كانتش بالمواصفات المطلوبة. رفض الدكتور يحيى استلام الشحنات، وأصرت فرنسا على حضور الدكتور يحيى المشد شخصيا مع زملائه من أعضاء البرنامج النووي إلى باريس لتنسيق عملية الاستلام. سافر الدكتور المشد إلى فرنسا في 7 يونيو سنة 1980، وأثناء وجوده بالعاصمة باريس وتحديدا يوم 13 يونيو تعرض لجريمة اغتيال، وتم العثور على جثته في غرفة في فندق ميريديان بباريس في صباح يوم 14 يونيو، وتم تأييد القضية ضد مجهول وانضرب حواليها طوق من التعتيم الإعلامي. وبعد البحث والتحريات من السلطات الفرنسية ظهر إن الموساد الإسرائيلي استأجر عاهرة فرنسية اسمها ماري كلود لمحاولة الإيقاع بالدكتور يحيى المشد واستدراجه إلى خارج باريس وربما إلى خارج فرنسا كلها، ولكن العملية باءت بالفشل لأن الدكتور المشد كان راجل متدين ورفض إنه يجاريها أو يتعرف عليها، اللي اضطر الموساد الإسرائيلي لاستخدام العنف لتنفيذ عملية الاغتيال في الفندق. وبعد جريمة الاغتيال بحوالي شهر تم اغتيال الفرنسية ماري كلود في حادث دهس بالسيارة في سان ميشيل في باريس.
وقيدت الحادثة ضد مجهول. رغم مرور سنوات طويلة على جريمة الاغتيال إلا إنه ما تمش الكشف عن القتلة بشكل رسمي حتى اليوم. وكشف الصحفي الإسرائيلي في جريدة هآرتس عامير أورن إنه لما كان البرنامج النووي العراقي في طريقه للتقدم في أواخر السبعينيات من القرن الماضي، أقسمت إسرائيل علنا إنها تضع حد ليه. وأشار كمان لوجود تقارير موثوق بيها تؤكد إن إسرائيل حاولت اغتيال أشخاص ضالعين في البرنامج النووي العراقي زي العلماء والمهندسين، وتدمير المواد اللي كانت في طريقها للمفاعلات العراقية. تفتكروا هل فعلا الموساد هي اللي قامت باغتيال العالم المصري الدكتور يحيى المشد لوحدها بدون مساعدة من أي جهة، ولا كان في جهات تانية سهلت الأمر ليها بل وغطت كمان على نتائج التحقيقات وأيدتها ضد مجهول؟ وإيه سبب إصرار فرنسا على استدعاء الدكتور يحيى المشد إلى باريس؟ اكتبوا لنا رأيكم في التعليقات.